استحملي شوية. كل الرجالة كده. استحملي وشيلي. هو جوزك لازم تستحمليه. مش ده كلامنا العادي اللي بيتقال لكل زوجة لما بتنضرب أو بينضغط عليها من زوجها، أو لما بيكون جوزها منكد عليها الدنيا وقالب الناس كلها عليها وفاضحها ومفرج عليها اللي يسوى واللي ما يسواش. ده كلامنا اللي احنا بنقوله للزوج. ده أبو عيالك، استحملي شوية عشان بيتك ومكانك. لحد كده الكلام ده بيبدو منطقي وعقلاني من ناس كتيرة حوالينا، عشان الحفاظ على البيت والأولاد ومكانتها في وسط الناس والاسطوانة المشروخة دي. لكن السؤال المسكوك عليه واللي واقف في زور ناس كتيرة ومحدش يقول لي الفيديو ده بيمثلني أنا، ليه مفترضين إن الست على طول هي اللي لازم ولابد وحتما وكل حاجة فيها توكيد وتأكيد باللغة العربية واللغة الفصحى إن هي تستحمل وهو ما يستحملش؟ طب هو ما يتحملش ليه؟ سؤالي هنا بقى أول سؤال، هو على إيده نقش الحنة؟ ولا بيستهبل وده مش بيته زي ما هو مش بيتها، ومش ولاده زي ما هما مش ولادها؟ يعني مثلا سؤالي برضو التاني، هو جاي متربي من أسرة عظيمة ملوكية فخمة فخفخينة وهي جاية من الشارع؟ السؤال التالت، هو زيها في المسؤولية والبيت والأسرة والأولاد والدنيا والحياة والحاجات دي ولا لأ؟ السؤال الرابع بقى، أمال ليه بتتحاملوا عليها وتقول لها حملي انت المسؤولية واستحملي والكلام الجميل اللي بتقولوه ده؟ سألتكوا كام سؤال وردوا عليا، وانا الفيديو ده لا معه ولا ضد ولا يمثلني ولا يمثل، بس ده فئة كتيرة في المجتمع اللي احنا بنقول عليه مجتمع عادات وتقاليد. مستنية ردكم في الكومنتات سواء ست او راجل، بس الست ترد كأم وكزوجة والراجل يرد كأب وكزوج.